اللعابة يعني حقيقة بها قصة، يعني وايد تأذيت بيها، لأن كنا احنا من النوع اللي الصيفية كلها نقضيها بالشمال. يعني أبويا كان عنده بستان بشقلاوة، فالصيفية كلها تقريبا شقلاوة، البيوت الفرنسية مال سرسنجس ولاف أتذكرها، لأن أكثر سفراتي أنا وأمي وأبويا، يعني اشتقت بحضن أمي لي قدام ونروح. طبعا آسفة لأن الحوادث كلها مؤلمة يعني، فاعذروني. فآخر سفرة رحنا بيها للشمال، دخلنا واحدة من الأورزديات، باوعت صدفة لعابة كانت كلش حلوة طويلة، يعني بذيك الوقت بالضبط بطولي، يعني ما حكيت، بس باوعت هو كان واقف ورايا وأنا وأمي لي قدام، بس قلت له لأمي الله هاي اللعابة حلوة. دخلنا بالسيارة، نزل قال هسه أجيكم، إجا جايب اللعابة، فأمي قالت له هي ما رادتها، قال لا عينها وقع عليها، خاف يبقى بقلبها يعجبها، فكلش يعني حقيقة ما تهنيت بيها، لأن ما طول شهر يعني وراها اللي صارت حادثة. يعني من جون أتذكر كنا أيام عيد، يعني نريد نتحضر أيام العيد، طلعنا إحنا دا يصعدونا بالسيارة، أنا صعدت الغرفتي طابق ثاني، بيتنا كان بيه تقريبا 10 غرف، صعدت الغرفتي كانت لعابة كبيرة، فدا ألزمها للعابة رأسا ما انتبهت، شفت ورايا واحد من الجنود لابس عسكري كان يجرها من ايدي، قال لي هاي مو مالتك، شمرها بالغرفة وسد الباب، شمرها بالغرفة وسد الباب، شمرها بالغرفة وسد الباب. هو بطبعه شخص جدا حنين، طبعا في نفس الوقت هو عصبي، بس جدا حنين، يعني يصير عصبي ورا دقيقتين ينسى اللي صار عصبي، يعني من هالنوع كان. فهو يعني من يحن على الطير اللي يتصور ممكن هذا الطير مثلا يبقى يومين 3 محبوس بالقصف أو بالقفص أو جوعان، يعني شلون ما يحن على أولاده. يعني أنا أتذكر صار عمري 9 سنين هو قبل التسفير، كانت فد مناسبة المحلات كلها معزلة، يعني والله خلاني بالسيارة افتر بغداد كلها يريد يدور على كيكة، فأمي قالت له مو مشكلة انتظر باكر تفتح المحلات، ولا اليوم عيد ميلادها، خاف يعجبها اليوم عيد ميلادها أني ناسي. وقتها والله افتغى المحلات كلها، إلى أن أتذكر بال10 بالليل جاب كيكة. بالسطح كنا ننام متعشين يعني، ونصعد ننام لأن هو مرات كان يتأخر، كان يجي يقومنا واحد يروح صدفة جاي من أبو نواس لو شي، طبعا أصلا بالليل ما يدخل بإيد فارغة، لو يجيب كباب لو يجيب سمك مزقوف، يعني من ذاك الوقت صراحة وإحنا كنا نتبطر نص الليل مقومنا جايب لنا سمك. من ذاك الوقت أنا كرهت السمك عندي بنات 2 يدرون أصلا ما أحب السمك، يعني ما أحب أكله، يعني حتى من رحت للعراق بيت خالتي جابوا لنا سمك ما ذقته، كان يلح يقومنا واحد يقول إلا تاكلون الخاطري لازم تذوقوا السمك، واحنا كنا نتبطر واحنا متعشين كذا، فيعني ما أدري شلون أوصف لك، هذا كان قلبه يعني.